السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنت في سوق الحد وشفت كل الكنوز دي في الوكالة. الشنط دي ب50 جنيه يا بنات، ب50 جنيه والله. بس قدام زكي السماك الواد قال لي بنقعد يوم الحد يا أبلة، وقال لي بنقعد يوم الحد بأسعار رخيصة جدا. دي بواقي محلات كبيرة على فكرة، مش شنط مستعملة، دي بواقي محلات، عشان كده فيها مكرر كتير. ده لو مستعمل مش هيبقى فيه مكرر منه، فاهمني؟ ففيها شنط الباك دي، كل ده أي حاجة ب50 جنيه. متخيلين؟ شنط جميلة جدا والله. هتشوفوا معايا دلوقتي كذا شنطه حلوه قوي قوي. انتوا عارفين ان انا عندي مصداقيه، وعلى فكره انا سايبه صوت الفيديو ده، يمكن تسمعوا من بق الواد وهو بيتكلم، موطيه صوت الفيديو عشان تسمعوا منه كلمه 50 جنيه. بصوا الباك دي كانت قد ايه حلوه. لا شويه حاجات هتشوفوها معايا النهارده جميله قوي في سوق الحد جدا جدا. وكمان الفرق ان في مصداقيه، وانتوا عارفين يعني اللي هيروح يوم الاحد هيلاقي الواد ده. بصوا المحل بتاع زكي السمك هو واقف جنب الفتحه بتاعت المحل، يعني مش قدامه الناحيه التانيه ولا اي حاجه، قدام المحل بالظبط. المحل اهو فاتح، هو فارش كده قدام البلاط بتاع المحل، فاهمني؟ فهتلاقوا الواد ده شباب كده صغنونه كده حلوه، بيبيعوا الحاجات دي ب50 جنيه. بصوا فيها حاجات بالتيكت اهي زي ما شفتوا كده. بصوا فيها حاجات بالتيكت، يعني دي كلها بواقي محلات، مش حاجات كمان مستعمله. والله الشنط المستعمله هناك غاليه جدا على فكره يا بنات، عشان كده لو تلاحظوا ما بصورش مستعمل كتير. هنا بقى كانت البنات والشباب دول بيقعدوا بمجموعة برفيوم كده وبواقي وحاجات حلوة قوي. كانت في برفيوم ب5 جنيه، وفي ب10، وفي ب5، وفي بصوا 5 10 20، وفي ابو 35 ده اللي هو العود والوين منشو والحاجات الغالية دي. تمام. بصوا الصغننه دي عامله 5 جنيه، والله خدت منها واحده، يعني انا حرفيا خدت من ام 5 جنيه دي واحده. على فكره انا كل ما اروح بتعجبني واحده وباخدها، مش شرط ب5، بيعجبني ساعات واحده في ام 20. دي كلها ب5 جنيه، اي حاجه ب5 جنيه. البرفانات دي كلها الصغنونه دي. المانيكير كان ب5 جنيه، لا كان 3 ب10، 3 ب10 المانيكير. هنا البرفانات دي ب20، هي دي ام 20 بقى. طب فين ام 10؟ قالت لي خلصوا، ام 10 جنيه خلصت. لكن برضو هي ما تفرقش كتير عن ام 5 على فكره. انا شفت ام 5 يعني كذا مره، صورت معاها في ام 10 كانت جميله قوي. بصوا اللي هناك دي بقى اللي هي العود والوين منشو والحاجات الحلوه دي اهي. الحاجات دي اللي هناك دي اللي انا جايبه عندها الكاميرا. تمام. دي بقى عود وين منشو، حاجات حلوه قوي. انا خدت مره واحده عود، يا نهار ابيض جميله جمال. تخيلوا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها كمعطر للشقه. وطبعا هو عشان سبراي، فهو يعني انت بتبخي بختين كده في كل اوضه، خلاص ما بتخلصش كمان بسرعه. دي بقالها فتره كبيره عندي. وكمان وبصوا الفاونديشن ده كان 45 جنيه، حاجات اصليه، حاجات ماك، حاجات فيها اصلي كتير، يعني كلها اوريجينال. تمام. حاجات جميله فعلا يا بنات. روحوا بقى عند البنت دي، البنت دي اسمها خلود، هبقى اسيب لكم رقم البنت دي تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، علشان لو حابين تروحوا لها يوم الحد بس. بصوا بكرر كلامي كم مره. والولد بتاع الشنط يوم الحد بس، لاني بقيت الايام في واحد بيفرش بتاع شنط قدام زكي السماك ب200 وب200 وب150 وكده. سوق الحد غير كل يوم يا بنات، والنبي ركزوا في كلامي، عشان اللي هيروح اي يوم وهيلاقي شاب واقف بشنط غاليه ما يدعيش عليا، لاني انا قلت اهو واكدت كل اللي بصوره ده يوم الحد بس. تمام. يا ريت اللي ما يعرفش يقول لي يعني اللي يعرف يقول لي اللي ما يعرفش بالله عليكم. يعني لو في تعليق اتكتب وانا ما خدتش بالي منه، يا ريت يا ريت نرد على بعض، ما فيهاش اي حاجه. تمام. زي ما شفتوا كده والله العظيم البنات دول بيقعدوا بحاجات. انا ما جربتش الفاونديشن بس جربت البرفيوم، بجد عجبني قوي. هنا بقى رحت عند ام يوسف بتاعت الشنط، وده دي كانت شنط بقى جديدة، فاهمني؟ دي كلها شنط جديدة. هنا الكابلنج الوسط دي كانت عاملة 130 جنيه يا بنات. تمام. والشنط دي عاملة من 130 ل 135 ل 150 اكتر حاجة. تمام. اما الكرتونة التانية ب 165 جنيه اي حاجة فيها، شنط كبيرة وشنط باك وشنط كده. الكرتونة اللي انا واقفة عندها دي بقول لكم من 135 و130 و150، لا بتزيد ولا بتقل عن كده. تمام. عشان يبقى الاسعار واضحه وكل حاجه واضحه. بتقعد امتى ام يوسف؟ بتقعد يوم الحد. بصوا شنط كابلنج جميله قوي. لو رحت الرواعي اقسم لكم بالله بيقول لك 220 جنيه ابله، يعني ما بينزلش عن كده الكابلنج دي. تمام.
كلها شنط والله جميله وماتيريال حلو قوي قوي. ام يوسف دي يمكن ارخص واحده بتبيع شنط في الوكاله، وبجد بجد شبه الاوريجينال قوي قوي قوي. تمام، فبقول لكم فعلا. لكن الكابلنج دي اصليه فعلا، الكابلنج اصليه، الكابلنج ما فيهاش غش يعني. بصوا دي تقليد الكابلنج بس جميله والله برضو يا بنات. يعني انا جايبه شنطه شبه الكحل دي شويه بس اسود، بصوا مليانه سوست وحاجات جميله قوي وعمليه جدا. بلبسها كروس كده لما اكون رايحه الوكاله، رايحه اصور، ما بتلخمنيش خالص، حلوه جدا وعمليه. حاجه زي كده جايباها جميله 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 بس اكبر شويه. تمام، وكنت جايباها ب 150 جنيه. بصوا انا لسه عند الكرتونه اللي هي من 130 ل 150 جنيه اغلى حاجه. بصوا الشنطه دي والله جلدها حلوه قوي شبه الاصلي جدا، وممكن تكون اصليه بس انا برضو بحب ايه اقول عشان اقول المعلومه صح، ما حدش يروح هناك ويدعي عليا. بصوا يا بنات هنا رحنا عند الكرتونه الحاجات الكبيره عامله 165 جنيه، ولو هنقارن بقى الشنط دي بالشنط اللي عند ام رمضان بتقول لكم 200 جنيه الشنطه اللي هي الموف دي. فانا برضو بجيب لكم يعني بقارن لكم بين ده وده وده وده. تمام، علشان محدش ايه، علشان محدش والله اعلم يمكن الماتيريال التاني احلى. بصوا الباك 165، اي شنطه بقى في الكرتونه الشنط الكبيره دي عامله 165 والله العظيم. شنط جميله جدا بجد بجد. 165 جنيه يا بلاش. روحوا بقى الرواعي وشوفوا الفرق بنفسكم، وبجد هترجعوا لي تقولوا لي عندك حق، في فرق رهيب وخطير ورخم، فكله كده في قلب بعض يعني. تمام، بصوا دي 165 جنيه برضو، جميله قوي الشنطه دي وشيك جدا جدا، وجواها حزام طويل برضو عشان لو هتلبسوها كروس جواها حزام طويل الحزام بتاعها يعني. تمام، فيا ريت يا ريت يا ريت يا ريت نروح سوق الحد نستفيد من كل الكنوز اللي عندهم دي بجد والله. بنات هتدعوا لي والله. وطبعا اكيد انتوا اكيد كمتابعين اكيد بتتابعوا قنوات تانية زملاء ليا يعني وزميلات بيعملوا الفيديوهات دي، واكيد عارفين يعني معظم المتابعين جايين من قنوات تانية وعارفين ان الحاجات دي موجودة فعلا. ممكن يكون انا اللي قديمة كمان، وفعلا يعني ده بيحصل. بس انا برضو في ناس جدد بتدخل ما تعرفش الاماكن دي خالص. تمام، لو انت بقى اول مرة بتشوفي قناتي اتمنى بقى تشتركي في قناتي. انا شيرين كمال، اعوذ بالله من قولة انا، وعندي 3 قنوات. كل القنوات بصوا بقى، انا دخلت على واحد هنا حرفيا الراجل ده كنز موسوعة برضو في سوق الحد، بيبيع اي قطعة من الحاجات دي ب25 جنيه يا بنات. حاجات بقى بواقي، حاجات بواقي محلات كبيرة كلها أصلية جدا جدا، كلها ماتيريال عالي جدا، كلها ماركات. قولوا بقى زي ما تقولوا، مش قادرة أقول لكم اللي أنا واقفة قدام إيه والله بجد. كان عنده بقى زحمة فظيعة يعني، كان ناس كتير واقفة عمالة تنقي. أنا طبعا قلت له يعني أنت مبهدل الحاجات دي كده ليه؟ الحاجات دي تستاهل إن هي تتعرض في فاترينا يعني، فاهمني؟ لان فعلا حاجات والله العظيم لو رحتوا بيقعد يوم الحد بس، بيقعد يوم الحد بس. تمام، فين بقى الراجل ده بيقعد؟ الراجل ده بيقعد عند شارع الخطير. شارع الخطير، شارع الخطير ده جنب زكي السماك. يعني لو رحتوا عند زكي السماك، زكي السماك مشهور طبعا زي النار على العلم. تمام، هتروحوا بقى عند زكي السماك وتسألوا فين شارع الخطير، هيقولوا لكم هناك اهو. هتلاقوا الراجل ده واقف، وانا مصوره لكم علامه كده فوقيه محل كده يعني اسم المحل اللي هو فارش قدامه اهو، بسم الله توكلت على الله. تمام، والشارع اللي جنبه ده تقريبا هو شارع الخطير، او اللي جنبه من ناحيه اليمين. تمام، هو الراجل عامه اهو العلامه هي المحل ده، وكمان هو في اخر الكوبري. يعني بصوا الكوبري اللي هو عند زكي السماك ده، هتتمشوا بس شويه كده تروحوا ناحيه شارع الخطير هتلاقوا. بصوا يا بنات الحاجه والماتيريال حاجه فظيعه فظيعه فظيعه. انا مش قادره اقول لكم، انا مش عارفه، انا يعني مش عارفه الحاجات دي ازاي ب 25 جنيه. تحسوها كده بالا اماراتي بالا كويتيه، يعني حاجات ما شفتهاش في الوكاله قبل كده، فاهمني؟ يعني اللي بشوفه في الوكاله حتى على الاستندات شيء، واللي انا شايفاه ده شيء تاني. بصوا ده يا بنات بوليرو قصير كده شيك جدا، بصوا ينفع سواريه قوي. بصوا عامل ازاي، حته بوليرو يا نهار ابيض على الشياكه، يتلبس كده على فستان سواريه، وبصوا مخرم كده يعني ينفع سواريه جدا. مش قادره اقول لكم ازاي قد ايه شيك قد ايه جميل والله. فلو انت بقى عجبك الفكره وعجبك القناه بتاعتي، اتمنى بقى تشتركي في قناتي وتنوريني. كمان بسيبلك ارقام الناس كلها تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، وكمان بسيبلك لينكات قنواتي التانية عشان لو عايزه تشتركي وتنوريني وتنوري قنواتي. انا على طول في الوكاله بعمل لك، شفتوا اللي فات ده كان زي دريس قصير كده بجيوب سالوبيتا كده، عارفين يعني حاجه بقول لكم
ما شفتهاش قبل كده بقول لكم والله. انا قلت كل حد هصور عند الراجل ده. بصوا ده، شايفين البوليرو القصير؟ ايه ده الجمال ده، ايه ده؟ الراجل يعني كان واقف بيقول لي صوري صوري ده كمان، صوري ده كمان. تمام. عامة هو اسمه حيرم، الراجل ده اسمه حيرم، يعني راجل كبير، مش راجل كبير، يعني 50 كده، فاهميني؟ راجل كده محترم. بصوا بصوا البلوفر او البادي، يا نهار ابيض ما اقول لكم. انا اللي مش عارفه افرد الحاجه لان انا بايد واحده، وهو بصراحه رفض يطلع لي ويعرض لي الحاجه. بصوا بقول لكم الشغل ده ما شفتوش حتى على الاستندات قبل كده، والله العظيم ما شفته. الشغل ده جديد جدا من نوعه عليا، يعني فاهميني؟ بصوا بصوا يا بنات، شغل عالي قوي ولا غلطه. شايفين قصه الكمام حتى؟ مش قادره اقول لكم عامله ازاي. واحنا بقى في اخر الفيديو شايفين وجواكت اطفال وحاجات ايه، اي حاجه من دول ب 25 جنيه. يعني مش هتصدقوا لما تروحوا بقى بنفسكم وتشوفوا يوم الاحد. يوم الاحد بكررها اهو كذا مره، الشغل ده يوم الاحد بس يا بنات. تمام. واحنا في اخر الفيديو اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، خفيفه على قلوبكم. لو بتعجبكم يا بنات ادي العلامه اهي تاني، اعملوا لايك يا بنات الفيديو قبل ما تخرجوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.